تحتل مسألة خلافة حسن نصر الله في حزب الله مكانة مركزية في النقاشات السياسية، خاصة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي رسميا عن مقتله. ومن بين الأسماء المطروحة يبرز اسم هاشم صفي الدين الذي يعتبر الأقرب لتولي القيادة، فمن هو ابن خالة زعيم حسن نصر الله وشبيهه أعد لخلافته منذ عام 1994. ولد هاشم صفي الدين في عام 1964 في بلدة دير قانون النهر في جنوب لبنان، وهو ابن خالة نصر الله، وارتبطت مسيرته الحياتية بمسيرة الحزب منذ سنوات مبكرة، وهو سهر قاسم سليماني. تم تحضيره لقيادة الحزب منذ عام 1994 بعد دراسته في حوزة قم الإيرانية، حيث بدأ رحلة تطور فكري وسياسي عميقة. يتمتع صفي الدين بأسلوب قيادي يجمع بين الحزم والمرونة، يعزز قدرته على الموازنة